الاصدقاء، ما تنساوش لي بتي بوس لي لايك، وما تنساوش تابوناو معايا ودعموني في اليوتيوب وفي الانستغرام. ودابا غادي نكمل لكم الشرح ديال الشابيتر 9 و10 ديال اهم احداث لا بوط ا ميرفاي. وغادي نبداو هنايا لو بير شابيتر 9 الفصل التاسع. لو بير دو ناراتور ا بيردو سون كابيتال دون لو سوق دو حي. هنا الاب ديال الراوي المعلم عبد السلام غادي يطيح ليه الكابيتال ديالو اللي كان في واحد المشوار في السوق ديال الحايك. غادي يبغي يديرو في واحد الساكوشه، في واحد لاصاكوش هنايا معلقه ليه، ولكن غادي تطيح في الارض، وهنا غادي يفقد راس المال ديالو. المشكل انه ما غاديش يلقى باش يخلص واحد السيمانه ديال العمل كيتسالها له الخدام، لانه هو دريس لو تينيو وما غاديش يلقى باش يخلص الكرا لا لوكاسيون نتاع لاتولي ديالو، ما غاديش يلقى باش يخلص، وما غاديش يلقى باش يشري المواد الاساسيه في العمل ديالو. لهذا غادي يضطر باش يمشي يخدم في النواحي ديال فاس كوم مواسونور. غادي يمشي يخدم في الحصاد في مده ديال شهر، وهنا غادي يبقى سيدي محمد بوحديتو مع الام ديالو في الدار. نجيو من هنا اي ديسيد دالي ترافايي او زونفيرون دو فاس كوم مواسونور، غادي يمشي يخدم كحصاد في النواحي ديال فاس. لو ديبار دو بير اي فيكي كوم ان درام، كوم ان غون درام. هذا الحدث هذا ملي غادي يمشي ولاول مره مع المعلم السلام غادي يفا كيتي لا بتيت فامي ديالو، ولكن هذا كان احساس كبير بالنسبه للراوي. ان جور لالا زبيده رون فيزيت شي سون مامي عايشه كي lui propose d'aller consulter سيدي العرافي. هنا لالا زبيده غادي تمشي عند عائشه تزورها في المنزل، واللي اصلا هاد عائشه كانت كتعاني من مشاكل مع مولاي العربي لانه سمح فيها ومشات تزوج واحد المراه، واحد البنت مازال صغيره اللي سميتها خديجه، هي بنت السي عبد الرحمن لو كوافور اللي كان سيدي محمد ما كيبغيش ما كيحملوش، حقاش كيقول هذاك السي عبد الرحمن يجي واحد النهار ويطهر ليه. الور هنايا لاله عيشه عندها هذا المشكل مع مولاي العربي، لاله زبيده عندها مشكل ديال المعلم عبد السلام، او سيدي محمد مسكين طاح بواحد المرضى ديال السخانه غادي تطول فيه. وهنا بحكم ان النساء بجوج كيف عندهم واحد التفكير خرافي كيامن داكشي الشعوذه وهاد المسائل هذه، غادي يضطروا تقترح عليها لاله عيشه باش يمشيو لعند سيدي العرافي لانه هو واحد الشواف اعمى، باش يشوفوا بو بريفويي لافونيغ ويشوفوا هاد المشاكل اللي عندهم شنو كيفاش توقع لهم ويلقاو لها شي حل. الشابيتر 10 لو ناراتور ايفوك لو سوفونير دو سيدي العرافي اللي بقى كيعاود على ديك الزياره سيدي العرافي. لالا زبيده رونتر شي ديال تو غاردون لو سوفونير دو سيت فيزيت يعني هاد الزياره ديال سيدي العرافي ما غاديش تبغي تعاودها حتى شي حد، غادي تبقى اون سوكري. وحتى الذهب ديالها اللي عند سيدي العرافي مشات وبسريه، ملي خرجت مشات حاولت انها تقول حقا راهم غير مشاو لواحد حقا مشات لواحد الزياره ديال واحد شي سونكسيير هنا في النواحي، وباش ما خافت ان الاسرار ديالها ما يعرفها حتى شي حد، ما تعرفهاش رحمه وما تعرفهاش طنط كنزه والجيران اللي ساكنين معاها. Elle décide de garder l'enfant à la maison et l'emmener chaque semaine au marabout. هنايا لاله زبيده من بعد الرجوع ديالها من سيدي العرافي غادي تسد سيدي محمد تخليه في الدار، ما تخليش يخرج، كل سيمانه غتبقى تديه يزور الاضرحه، الزياره ديال الاضرحه هما لي مغاربه. الماتان لاله زبيده وسوا لا فيزيت دان اونفويي. واحد النهار لاله زبيده غادي يجي عندها واحد المرسول، واحد لونفويي. هذا المرسول اللي غادي يصيفط المعلم عبد السلام وغادي يصيفط معاه ان سوم دارجون، واحد شي شويه تاع الفلوس، وغادي يصيفط معاه لي بروفيزيون اللي فيها البيض البلدي واللي فيها الزبده واللي فيها الزيت البلديه. وهنا كتنتهي الاحداث ديال الشابيتر 10. وإلا كان عندكم شي سؤال ولا ما فاهمين شي حاجه يمكن لكم تخليوها لي في التعليق، انا ممكن نساعدكم، وكنتمنى نديروا الملاحظات ديالكم على الفيديو باش انا نشوف شنو الحاجه اللي مزيانه والحاجه اللي ما مزياناش، نحاول نحسن هاد المقاطع هذه.